بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هلا حبايبي، شلونكم أخباركم؟ مشتاقة لكم. آسفة على التأخير، تعذروني، صار هواية ما منزلة. حبيت بس أشارككم اليوم. جبت مسواق، جففت بامية وطبخت صبيناغ أرديحي على قولت أهلنا بدون لحم. اليوم قلت لازم أصور وأشوفكم شلون طريقة طبخ الصبيناغ، وأريد أجفف بامية للشتاء، لأن بالصيف حاولت إيش قد أشتريها ترخص، ما رخصت. الكيلو ب4000 دينار لحد الآن، الكيلو ب4. يلا قلت خلينا نجفف أحسن ما نبقى. هاي هنا أنا حاطة الماي، أريد أجفف البامية. طبعا البامية ما يصير واحد يخليها تفور هواية، بس مجرد يتغير لونها نطلعها من الماي، مي وملح، فور على الطبخ وخليها تكون. حبايب قلبي والله مريضة وتعبانة، ادعولي الله يشافيني، ربي يشافي كل مريض. والله من صارت مال غزة لحد الآن أنا تعبانة ومريضة. اللهم ربي ينصرهم يا ربي، يا ربي الشفاء العاجل للجرحى يا ربي، ويرحم موتهم، موتانا موتى المسلمين، ويرحم موتاكم إلهي سيدي مولاي. حبايب قلبي طمنوني عنكم، شو أخباركم؟ أقولكم أريد أسألكم سؤال رحمة لوالديكم. عندي الكاميرا، يعني ما تصور دقيقة وتفصل، اللي يعرف خلي يكتب لي بالتعليقات. والله لعبت حتى نفسي، زهقتني. زين، كل شوية فاصلة وأرجع أفتح. وانستان ما عندي، والله لو أقولكم وين خلتها لا تضحكون. خلى الموبايل بالجلاس وأصور، بس في سبيل قلت اليوم لازم أنزل لكم فيديو. الستان مالتي ما أعرف وين صار، وهسه أنا بدون ستان، ما عندي ستان مال كاميرا. لازم اشتري ستان مال كاميرا ان شاء الله الايام الجاية اعوضكم وانزل فيديوهات تعجبكم ان شاء الله. هنا فار الماي طبعا ولا البامية ودا اجففها. هاي هنا خليت الاسبيناغ، غسلته طبعا، ترمته وغسلته، حمست له بصل اخضر عندي زين، ورشة كمون وشبنت رمت وياه. وهناك اللوبيا حمراء عندي دا اسلقها على مود اضيفها وياه، ونوم بصرة خليت له زين. والله لو قلها الحلوق صار يخبل ما يشبع منه. لأن هاي بعد ما كملت البامية ورفعتها من الطباخ خليت السبيناغ. هنا أنا دا أغسل شبيت سويت له الصلصة. طبعا ما أدري صايرة مالي وهس، بس تشجعت والله من شفت عمو سامي الله ينطيه الصحة والعافية والبنات ينشرن، فقلت أني لازم، والله اشتاقيت لكم هواية، قلت لازم أنزل فيديو فيدوني. حبايب قلبي دعواتكم. حفيدتي مريضة، صارت لها حصبة، ما أعرف هسه هيك وقت دايرة الحصبة. هاي صار 3 أيام خطية من داومت بالمدرسة، فسخونة فد مرة وديناها قالوا عندها حصبة. الظاهر داير فيروس الحصبة، احنا ما ندري، ما أعرف شي والله. والله طبعا أنا راح أقولكم ليش هاي المدة صار لي التهيت، تعبانة ومريضة وكلش، يعني ما أقدر حتى أصور فيديو من التعب اللي أنا بيه. واعذروني إذا التصوير مو شي، لأن الكاميرا والله ما عندي ستان، خلتها هيجي بالقلاص ودا أصور. عندي كل شوية تفصل، والله كلش ضوجتني، ما أعرف شنو السبب. اللي يعرف لا تنسون تقولولي بالتعليقات، كتبولي الله يرضى عليكم. هنا أنا ذبيت الصلصة فوق السبانخ، خليت النوم بصرة. وادي حبيبتي إن شاء الله يا ربي
القادم أفضل إن شاء الله. دعواتكم، الله يستر علينا وعليكم إن شاء الله يا رب، ويحفظكم ويحفظنا. تعبانة تعذروني والله لأن ما نزلت لكم. كل شوية تفصل الكاميرا. هاي هنا أنا جبت البامية حتى أعبيها بالبطالة، بيتها بالبطالة قولوا لي يمكم بيش البامية. هالكيلو ب4000 دينار، كلش غالية، بحيث يعني من بداية الصيف لحد هسه يلا اشتريت أجفف للشتاء، كلش غالية، أريدها بس ترخص. يعني العام لا هواية رخيصة العام، والله هواية جففت، بس السنة لا ما قدرت والله اشتري هواية بامية، يعني كلش غالية. وانه يابا المخضر شعليه بالدولار، والله خبلونه. زين الدولار ب162,000، الورقة مال $100 يصرفوها. ايش دعوة عمي، شنو السالفة؟ زين المخضر شعليه بالدولار، زين كله صاعد، شنو تقولون عليه رخيص؟ ماكو. المخضر صاعد كله غالي، كله. خب هاي الخيار على 1000، الطماطم على 1000. زين إلا أروح لمريدي، سوق مريدي، أجيب الكيلو على 500 أو 3 ب2000. البوتيتا 3 ب2000 يمنا، ولا كليته على 1000. حتى الشوندر كيلو ب1000، الهانة كيلو ب1000، ماكو شي رخيص. هاي أنا غسلت هلا البطالة وقاعدة أنا وجنتي تنعبيها للبامية وخليها بالمجمدة. يقولون لي ليش ما تصورين تسوين؟ ما يدرون حقهم. الإنسان يمر بظروف صعبة والله، بس الله يعلم بيها. لازم الإنسان شوية يصير أقل من زمانه. هاي هنا بعد ما خليت اللوبيا الحمراء والسبرينغ استوى، شوفوا شلون صار. بس أنا قلت لكم لا تعيبون علي، أرديحي بدون لحم. الحمد لله والشكر، الجود من الموجود، ألف الحمد لله والشكر. أهم شيء الإنسان الله ساتر عليه ومعافيه، ألف الحمد لله. ما دام أكو واحد إنسان يقول أنت. هاي بنتي تقول لي مو غالي ب1000 وذا ب1000. طبعا هو